نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. رسالة طويلة بعثها السائل ألف اليمن، يقول: فضيلة الشيخ، مشكلتي هي أن أبي زوجني وأنا في 18 من عمري، كنت حينها في الصف الثانوي، ولم أريد الزواج في ذلك الوقت، وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه، لكن حينها لم أستطع الرفض، تزوجت تلك المرأة، ولكنني لم أشعر في يوم من الأيام بأنني أحب هذه المرأة، وحتى الآن مضى على زواجنا 13 سنة، ولي منها 3 أولاد، والآن وقد أكملت دراستي الجامعية وأعمل الآن طبيبا، علما بأن زوجتي قروية غير متعلمة وليست جميلة. الآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في القرية مع أولادها في بيت أبي، وأنا أعمل في المدينة، لا أحبها ولا أكرهها، لكنني لا أستطيع العيش معها كزوج، ولا توجد لدي رغبة نحوها، فلا تجذبني أي مشاعر سوى أنها أم أولادي ال3، والآن أفكر في طلاقها وأتزوج من غيرها، فوجهوني فضيلة الشيخ، ما هو الأحسن لي في هذه القضية؟ مأجوري. أحسن لي فيه في هذه القضية. نعم. الذي أرى أن تبقي المرأة في عصمتك حفاظا على الأولاد ولئلا يحصل التشتت، والذي فهمت من مجمل السؤال أن الوالد يرغبها، فأرى أن تبقيها في عصمتك وأن تتزوج أخرى حسب رغبتك، وإن شئت وهو الأفضل فتزوج ثانية فتكون 3، وإن شئت فتزوج ثالثة فتكون 4، ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضا، بحيث تعلم أنك ستقوم بالعدل.